صباح الخير. انا اول مره ستايل القصه ومش عارفه بقى مظبوطه ولا مش مظبوطه، بس ان شاء الله تتظبط على مدار اليوم. بقالي كتير ما بعملش فلوجز على يوتيوب. ليه؟ علشان هي بتبقى محتاجه راحه بال، صفاء ذهني، اعتقد هما نفس الحاجه، ووقت. وانا التلاتة دول ما كانوش عندي في اخر فتره، فما كنتش عارفه صايص عامله شعري سشوار كده. فانا ما كنتش عارفه يبقى عندي وقت خالص، فعلشان كده ما كنتش عارفه اعمل فيديوز خالص. وانا ما بحبش اعمل فيديوز الا وانا عندي الوقت ليها الكافي ان انا اطلع الفيديو اللي انا عايزاه. فبس يعني النهارده ورايا كذا حاجه، العادي يعني الديلي روتين. ان انا صحيت زي ما شفتوا، خلصت حاجتي، وبعد كده هقعد اصور شويه، وبعدين عندي ميتنج في المصنع علشان الكولكشن الجديد بتاع افتر ماث، وبعدين هروح الجيم بحضر السيت اب اللي هصور فيه. نفسي يبقى في استوديو اشيل في الحاجات دي، بس مش دلوقتي. هصور وارجع لكم. الاضاءه كلها ورايا، بحاول اعمل سيت اب جديد اصور فيه علشان يبقى ليا حاجه سيجنتشر كده او حاجه مميزه. بس هي يعني مجهده عقليا ان انا اقعد ازق العفش بتاع الاوضه. يعني التصوير في السيت اب ده جامد قوي، جامد قوي. عايزه اوريكم بقى انا بشتغل على الحاجه بتاعتي ازاي. اولا ده حاجه يعني السكريبت بتاع الحلقه بتاعت الريل دي كتبتها في فجر بعد ما صليت كده، كنت قاعده وبعدين فجاه جات لي فكره فكتبتها. بقسم بقى الحاجه، مثلا ده الكولكشن بتاع افتر ماث اللي انا لابسه منه دلوقتي، بس مش ده سامبل، غيرت فيه حاجات كتير قوي. الفوتوشوت عايزاها تبقى عامله ازاي، الكونتنت عايزاه يبقى عامل ازاي، كولكشن وكده. وبس كده. عارفه بقى المفروض افطر، بس انا مش جعانه خالص، فممكن استنى كده اعمل الغداء، عشان المفروض بقى ابتديت اسمه ايه، احنا في سنه كام، 23، ان انا اكل هيلثي بقى وبتاع وكده. عايزه اقوم بعمل لنفسي غدا وبتاع. that I know I didn't set. And I remember what you said about the phone in your bag, and I realized anybody could have set the alarm again. بحب اصور واعمل، سيبكم بابا وماما عشان هتلاقوا عاملين دوشه، بس بحب اصور واعمل اديت على طول علشان اعمل بوست على طول. ما بعرفش ابدا، يعني انا بصحى كل يوم اصور، ما بعرفش اللي هو اصور مثلا كونتنت كله في يوم واحد بحيث ان انا عايزه اعمله بوست كله في يوم واحد. انا ما اعرفش ليه دماغي شغاله كده، بس اديني بعمل اديت للفيديو اللي انا كنت لسه بصوره معاكم. ودي الطريقه اللي انا بشيل بيها القصه في البيت، بس هي القصه اصلا كده، بس عشان بيبقى شكلها وحش وانا لما شعري وانا سايبه شعري. بس بقى عملت سندوتش جبنه بالجرجير، انا بحب الجرجير قوي. باجيت ريدي، بصوا مش تعرفوه، نيو يير نيو مي. حطيت الاكل بتاعي، بس مش هفتح عشان انا عانيت وانا بقفلها. ده لانش بوكس، بصوا الحته دي بيتحط فيها الشوك والمعالق وبتاع، وجوه بقى حطيت فراخ ورز وجرجير. عشان بحب الجرجير قوي، وعلى فكره الجرجير كويس قوي للشعر، وانا قلت كده الصبح مش فاكره. المهم ان ده هاكله بعد ما اروح المصنع علشان اروح الجيم وانا انرجايزد كده يعني. ودي ازازه الميه، ايوه كل حاجتي كيوت كده. عملت البري ورك اوت امبارح، نزلت ومشيت، بعد كده نسيته ورجعت جبته تاني، فانا هحط كل الحاجات اللي انا عايزه اخدها جنب بعض. باجيت ريدي ان انا انزل. هل الجو ساقع كده؟ انا مش عارفه، بس لو الجو مش ساقع كده
هبقلع جاكيت كده مظبوط. طالما رايحه الجيم يبقى بهتم جدا بالشراب اللي بلبسه. انا جايبه اصلا شرابات للجيم، فاهمين؟ نظبط بقى الشنطه. نفسي شنطتي تبقى منظمه بجد، يعني احنا مش عايزين ده. يعني نحاول ننظم. الليجنج، التيشيرت اللي هنتمرن بيه، الحاجه اللي انا بربطها على وسطي. هنحط الشيكر، اللانش بوكس بتاعي. كده احنا مستعدين. لسه راجعه من بره وبجد بجد انا تعبانه. معرفش هل مثلا انا النهارده ما اكلتش كفايه ولا ايه، بس انا صحيت كلت اللي انا وريتهولكوا، بعد كده كلت رز كتير وفراخ، ورحت الجيم، خرجت بس لسه ما اكلتش بقى، لسه محتاجه اكل. بس عايزه الاول اصلي واسمه ايه ده، وهوريكوا حاجه عشان انا جاتلي حاجه. جالي وانا بره جزمه كده كنت طالباها، جزمتين كنت طالباهم، هوريهم لكم. اول واحده جاتلي، كان نفسي في الجزمه دي من زمان قوي. طبعا دي مش اصلي عشان كنت رايحه اجيب الاصلي، بس انا كنت لسه جايبه واحده اصليه فلقيتها ب3000 جنيه. فقلت انا عشان دلوقتي باخد ستيبس مهمه قوي في حياتي، حاجه يعني ليها علاقه بحياتي الماديه يعني، فمش هقدر ادفع 3000 جنيه في جزمه دلوقتي. دي حاسه ان دي اكبر من 37 صيام. اهي تحفه 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 تحفه، بغض النظر ان الاضاءه جنبي، بس انا كنت بعمل انبوكسنج ليهم عشان هما باعتين لي جيفت. ف اسمه ايه ده، لازم دلوقتي اخش اجيت ان ريدي بقى عشان مش قادره. انا خدت اوريدي شاور في البتاع في الجيم، بس لازم بقى اخش اتوضى واشيل الميك اب اللي هو مش مبقي منه غير الماسكارا. والله كنت حاطه الصبح ميك اب حلو. بصوا بقى انا هوريكوا بالظبط بعمل ايه بالليل. اخد القطن بتاعي، ودي كمان دي اخر حبه في البتاع. هعمل كده، هشيل بقايا الميك اب. اتبعتلي هديه حتى مكتوب عليه ايه تستر not for sale. حلو قوي فان انا اشيل اسمه ايه ده، اشيل الماسكارا. انا كنت بستخدم الغسول بتاع بايوديرما اللي لونه بينك وكان بيشيل لي الماسكارا، بس ما بقاش موجود في السوق. كنت بستخدم الغسول بتاع بايوديرما اللي لونه ازرق، مش لونه ازرق من جوه، لونه ازرق بس انا مش لاقيه خالص. بستخدم الغسول ده كليمنتاين ده، لسه برضو مبعوت لي، بستخدمه بقالي 3 ايام. طيب بشرتي منديه، هيلورونيك اسيد، نقطه على ايدي، اعمل كده، بعدين اعمل كده، وبعدين بسيب ده ينشف احط لاش السيرم اللي هو اسمه انافيجن. فيتامين سي. ليه بستخدم فيتامين سي؟ اقول لكم ان انا رجعت من دهب، انا كنت مسافره دهب، حسيت ان انا راجعه مش مسمره بل متوسخه. احط لب بالم من ان كو. لسه بعمل اعلان ليهم بس بجد انا مش عارفه اعلان. الليب بالم دي حلوه قوي. كنت جايبه ليب بالم تانية مش عارفه يا ماما بتودي حاجتي فين.
احط النايت كريم بتاع انفو. ليه بقى؟ هقولكم. انا بعتت لي باكج عشان من اسبوع ونص كده، بس بجد حاجاتهم حلوه قوي. فانا يعني مديني فرصه اجرب البرودكت، بس هي عجباني فبجربها. وكمان زي ما انتم شايفين ان حتى الكلينزر بتاعي خلصان، فمضطر. حاجه بقى لسه جايباها جديد، ده مش جايباها، جايالي برضو من بشرتي. ده حلو. مزكتنا حفلتنا، ولا كأن الكاميرا فصلت وانا بعمل سكين كير، بس انا ما عملتش اي حاجه. حطيت الاي كريم وخلاص. دي كانت اخر حاجه عملتها. لو مش عاجبكم مش مهم. مرحله في حد بيلعب في الشات. رحت سعودي وجبت البروتين بابس دول علشان يعني تديني نيدد بروتين في 120 كالوري. فانا هتعشى، ولو حسيت ان انا لسه جعانه هاكل بقى البروتين بابس دي. عملت العشاء وهتفرج بقى على الفيلم. Life is not full of these moments, Robbie.